كتير مننا بيحلموا يبدأوا قناة على يوتيوب، بس في سؤال مهم جدا بيواجه أي حد بيفكر في الخطوة دي. إزاي أضمن إن أول فيديو ليا يكون بداية قوية بجد؟ في الشرح ده هنفك مع بعض شفرة النجاح لأول فيديو، وهنشوف إزاي ممكن يكون هو اللي يبني القناة كلها، أو للأسف يكون سبب نهايتها قبل ما تبدأ. خلونا نقف عند الجملة دي شوية. دي مش مجرد نصيحة عادية، لأ، دي حقيقة بتلخص كل حاجة. الفيديو الأولاني بتاعك هو اللي بيرسم مصير القناة بتاعتك على يوتيوب. الموضوع ما فيهوش هزار، يا إما بتبني أساس قوي لمستقبل كبير، أو بتحفر حفرة للأسف صعب جدا تطلع منها بعد كده. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل النجاح ده بيجي بالصدفة؟ يعني هو حظ وخلاص؟ الإجابة قاطعة، لا. النجاح هنا استراتيجية بحتة، يعني قرارات ذكية بتاخدها من قبل حتى ما تفكر تدوس على زرار التسجيل. وخلونا نشوف مع بعض إيه هي القرارات دي. تمام، جاهزين؟ يلا بينا ندخل في أول وأهم قطعة في البازل ده كله، اختيار الموضوع. فكروا فيها كده، الموضوع هو الأساس اللي هتبني عليه كل حاجة جاية. لو الأساس ده طلع ضعيف، كل اللي هتبنيه فوقه هيقع. وهنا بقى بنوصل لأول غلطة قاتلة بيقع فيها معظم الناس الجديدة. المصدر بتاعنا بيقولها بصراحة شديدة: محدش لسه مهتم بيك، محدش عايز يسمع قصة حياتك أو خطتك للقناة. المشاهد، خلونا نكون صراحة، أناني، وده حقه. هو بيسأل نفسه سؤال واحد بس: أنا هستفيد إيه من الفيديو ده؟ عشان كده أول فيديو لازم يكون هدية للمشاهد، حل المشكلة عنده، إجابة سؤال محيره، أو معلومة هتفيده في حياته. طيب إزاي ألاقي الموضوع المطلوب ده؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. السلايد دي بتدينا خريطة الكنز. العملية بسيطة بشكل عبقري. ادخل على يوتيوب ودور في المجال بتاعك، شوف الفيديوهات اللي عاملة مشاهدات عالية الفترة دي علامات واضحة جدا على ان الجمهور عاوز النوع ده من المحتوى. مهمتك بقى انك تاخد موضوع من دول وتقدمه بطريقة احسن واوضح وابسط. حلو قوي. دلوقتي انت اخترت موضوع مضمون وعليه طلب، ألف مبروك. بس استنى، ده يدوب نص الطريق. الخطوة اللي جاية هي فن التغليف. ازاي تخلي الفيديو بتاعك يلمع ويخطف العين وسط آلاف الفيديوهات التانية. وهنا بيجي دور البطلين: العنوان والصورة المصغرة. الجملة اللي قدامنا دي ممكن تصدم ناس كتير. العنوان أهم من الفيديو نفسه. إزاي الكلام ده؟ ببساطة شديدة، ممكن تكون عامل فيديو عبقري، تحفة فنية بمعنى الكلمة، بس لو العنوان بتاعه أي كلام محدش هيشوفه أصلا. الفيديو بتاعك هيبقى عامل زي كنز مدفون في الصحراء، والعنوان هو المفتاح اللي بيفتح الكنز ده. يبقى ايه هي وصفة العنوان القوي؟ المعادلة بسيطة، لازم العنوان بتاعك يصرخ قيمة. المشاهد لازم يبص عليه وفي أقل من ثانية يفهم هو هيستفيد ايه بالظبط. لازم تقدم له وعد واضح بنتيجة معينة هيوصل لها لو قرر يضغط على الفيديو بتاعك. خلونا ناخد مثال عملي عشان الصورة توضح. بصوا على الفرق الشاسع بين العنوانين دول. عنوان زي تجربتي في بدء قناة، ده عنوان بيتكلم عنك انت، محدش مهتم. لكن شوفوا العنوان التاني: ازاي تبدأ قناة يوتيوب من غير معدات. ده عنوان بيخدم المشاهد، بيقدم حل مباشر لمشكلة بتواجه أي حد بيفكر يبدأ. شايفين الفرق في طريقة التفكير؟ ولو العنوان هو الخطاف الأول، فالصورة مصغرة هي اللي بتكمل عملية الصيد. السلايد دي بتدينا الوصفة السحرية لصورة مصغرة محدش يقدر يقاومها. الفكرة كلها في البساطة والوضوح. مش لازم تكون مصمم جرافيك عالمي، كل اللي محتاجه كلمتين أقوياء، تعبير وش واضح بيوصل إحساس معين زي السعادة أو الصدمة أو الفضول، ألوان صارخة تخطف العين، وعنصر واحد بس هو بطل الصورة. أهم حاجة بلاش زحمة. خلاص، المشاهد اقتنع بالعنوان والصورة وضغط على الفيديو بتاعك. المهمة نجحت؟ لا، لسه بدري. التحدي الحقيقي لسه هيبدأ دلوقتي احنا دخلنا في معركة جديدة تماما، معركة الاحتفاظ بالمشاهد. معاك 30 ثانية، مش أكتر من كده. المصدر بتاعنا بيأكد إن أول 30 ثانية دي هي حرفياً مسألة حياة أو موت للفيديو بتاعك. في نص الدقيقة دي المشاهد بيطلع عليك حكم نهائي. هل الفيديو ده يستاهل وقته؟ هل الشخص ده فعلاً هيقدم لي قيمة؟ يا إما بتكسبه في صفك، يا إما بتخسره للأبد. عشان كده لازم ننسى تماماً المقدمات الطويلة بتاعت أهلاً بيكم في قناتي، أنا اسمي كذا والنهاردة هنتكلم عن. ده وقت التنفيذ الفوري. لازم في أول 30 ثانية تثبت للمشاهد إنه خد القرار الصح لما ضغط على الفيديو. كرر الوعد اللي في العنوان، أكد له على النتيجة اللي هيوصل لها، وقول له بسرعة أنت هتعمل إيه عشان توصله للنتيجة دي. ادخل في صلب الموضوع فوراً. طيب احنا عملنا كل الخطوات دي، اخترنا موضوع صح، عملنا عنوان وصورة يشدوا أي حد، وبدأنا الفيديو بداية قوية جدا. بس ليه كل ده؟ يعني إيه هو الهدف الأسمى والأعمق من كل المجهود ده؟ لو بتفكر إن الهدف هو إن الفيديو يجيب مليون مشاهدة، يبقى أنت كده بتبص على الصورة الصغيرة. المشاهدات مهمة طبعاً ومحدش ينكر ده، لكن في هدف تاني خالص، هدف أعمق بكتير، وهو ده اللي بيبني القنوات اللي بتعيش لسنين وسنين. الهدف مش رقم،
الهدف هو إنسان. وهنا بقى بتتلخص فلسفة النجاح كلها. الهدف الحقيقي مش إن الناس تشوف الفيديو بتاعك وبس، الهدف هو إنهم يشوفوا فيك قيمة حقيقية، إن المشاهد بعد ما يخلص الفيديو يقول لنفسه جملة واحدة بس: أنا لازم أتابع الشخص ده. الفيديو الأول مش مجرد فيديو، ده اختبار ثقة بينك وبين المشاهد، ولو نجحت في الاختبار ده أنت مش بس كسبت مشاهدة، أنت كسبت مشترك، كسبت فرد جديد في مجتمعك، وده هو الكنز الحقيقي اللي هتبني عليه قناتك. المشاهدات أرقام بتتغير، لكن الثقة هي الأساس اللي عمره ما بيتهز. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية، ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، وأشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.